السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلابي اللزاز العزاز الحلوين الطعمين. والنهاردة هنتكلم عن درس مهم جدا من دروس اللغة الإنجليزية باسم plurality. plurality plurality يعني الجمع، يعني ازاي اجمع الاسماء في اللغة الانجليزية. اول حاجة نعرف بس معنى الكلمتين دول. singular singular يعني مفرد. plural plural يعني جمع. في أكتر من طريقة مختلفة يا جماعة بنجمع بيها الكلمات أو الأسماء في اللغة الإنجليزية. الطريقة اللي عارفينها منذ بداية تعلم اللغة الإنجليزية اللي هو الجمع بإضافة حرف S. على سبيل المثال tree trees car cars house houses door doors cat cats cloud clouds dog dogs. دي الطريقة المعتادة اللي أو الأساسية أو الطريقة المنتظمة لجمع الأسماء اللي هي الجمع بإضافة اس. طيب تعالى بقى نتنقل للطريقة التانية. الطريقة التانية اللي هي لو كان الاسم بينتهي بحاجة من الحاجات اللي احنا هنقولها دي، سواء O X Z S اس اس سي اتش اس اتش. لو عندي اسم من الاسماء بينتهي بحرف او بمجموعه حروف من اللي قلناها، هنا الجمع ما بيكونش باضافه اس كالطريقه المعتاده، هنا الجمع بيكون باضافه اي اس. اي اس على سبيل المثال فوكس foxes class classes tomato tomatoes potato potatoes watch watches witch witches وهكذا. طيب هل في استثناءات؟ أيوة في استثناءات، وبالذات في الكلمات اللي بتنتهي بحرف الأو، زي مثلا كلمة بوتيتو احنا لما جينا نجمعها زودنا اي اس لأنها منتهية بحرف الأو. زي مثلا كلمة توماتو احنا لما جينا نجمعها زودنا اي اس مش اس بس برضو لأنها منتهية بحرف الأو. في استثناءات في القاعدة دي بالذات، زي كلمة بيانو بيانو. هنا رغم ان كلمة بيانو منتهية بحرف الاو، بس لما جيت اجمعها هزود لها اس بس فتكون بيانوز بيانوز. مثال كمان كلمة فوتو صورة، رغم انها منتهية بحرف الاو من الحروف اللي احنا قلنا عليها لما تبقى في كلمة بتنتهي بيها بنزود اي اس للجمع، لا برضه كلمة فوتو لما باجي اجمعها بزود اس بس فهتكون فوتوز فوتوز. في كلمة بقى مختلفة أكتر عن كل اللي فات اللي هي كلمة فولكانو بركان. القاعدة في كلمة فولكانو بتقول إنها أقدر أمشي معاها بطريقتين الاتنين والاتنين هيكونوا صح. يعني لما أجي أجمع كلمة فولكانو بركان عشان أكون عايز أقول براكين ممكن أزود الإس بس وممكن أزود الإي إس. والطريقة اللي بعد كده يا جماعة هي الجمع بإضافة VES. VES امتى بجمع الكلمة أو الاسم بإضافة VES؟ لو كانت بتنتهي بحرف الF أو FE. على سبيل المثال wife زوجة wives زوجات wolf ذئب wolves ذئاب. طيب هل في استثناءات للقاعدة دي؟ يعني هل في كلمات ممكن نشوفها منتهية بحرف الاف وبنزود اس بس ما بنحولش الاف لفي اي اس؟ ايوه اشهرهم طبعا كلمة روف اللي هي سقف جمعها روفس، تشيف طباخ تشيفس طباخين. طيب الطريقة اللي بعد كده لو أنا عندي كلمة منتهية بحرف الواي بس بشرط تكون حرف الواي قبلها حرف ساكن،
تاني، لو عندي كلمة منتهية بحرف الواي وحرف الواي قبلها حرف ساكن، قبل ما بزود أو قبل ما بجمع بحول الواي لآي وبعدين بزود آي إي إس. هقولها تاني، لو عندي كلمة منتهية بحرف الواي وقبلها حرف ساكن بحذف الواي وأحولها لآي إي إس. على سبيل المثال كلمة city cities. أما إذا كانت حرف الواي قبلها حرف متحرك، وفكركم بالحروف المتحركة اللي هي الA والE والI والO واليو. لو كانت الكلمة منتهية بحرف الواي بس الحرف اللي قبلها متحرك مش ساكن، هنا بزود الإس فقط. على سبيل المثال كلمة boy boys. وطبعا زي ما كلنا عارفين ان كل قاعدة في الدنيا ليها شواذ. طيب ايه شواذ قاعدة الجمع؟ يعني ايه الكلمات اللي لما باجي اجمعها بعتمد في جمعها على ان انا اكون حافظ جمعها، مفيش قاعدة معينة بمشي عليها عشان اوصل للجمع. اشهر الكلمات دي man رجل، من رجال، woman امرأة، women نساء، child طفل، children أطفال. وفي كمان كلمات مفردها هو نفسه جمعها بنفس الحروف، وأشهرهم شيب خروف، شيب خرفان، فش سمكة، فش سمك. وفي نهاية حلقتنا استنونا في دروس كتير جدا بطريقة سهلة وسلسة، ولازم تكونوا واثقين ان اللي عندنا بجد مش عند اي حد. سلام عليكم.